يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه صينية فراخ يا جماعة، حكاية حكاية. بصوا، طريقة مختلفة، صوص مختلف، طعمها يجنن بجد. جربوها، من احلى واطعم صواني الفراخ اللي ممكن تعملوها. هتشرفك في العزومات بجد، وطريقتها سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت. روعة روعة روعة، طعمها يجنن بجد يا جماعة. لو جربتوها هتقولوا كانت غايبة عننا فين. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بصلايه كده كبيره وهقطعها كده بالنص، ونقطعها ترانشات كده رفنعه خالص زي ما انتم شايفين. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو بجد، لان بصراحه طريقه الفراخ دي من احلى واجمل صينيه فراخ ممكن تعمليها في حياتك. قطعت هنا بصلايه كبيره وطماطمتين وقرن فلفل حامي. بعد كده فككت البصل كده زي ما انتوا شفتوا، ونزلت بقى بمعلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسمر وكمان ال11 بهار ومعلقتين زيت، ودعكت كل ده كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب يا جماعه اشتغل بايدي جدا يعني، وبنغسل ايدينا كل 5 دقايق يعني، فما فيش مشكله. دول 3 وراك كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى الوراك دي مغسوله بليمون ودقيق وملح كويس جدا، وصفيتها من الميه تماما. وبعد كده جبتها وقعدت عملت فيها فتحات كده زي ما انتوا شايفين. استنوا بس واحدة واحدة كده معايا علشان الطريقة مختلفة وطريقة تحفة التحفة. وهقول لك كمان البدايل بتاعة الصوصات اللي انا هحطها. ده الباربيكيا صوص، هحط منه 3 معالق كبار، واحط معلقة صلصة كبيرة، واحط تشيلي صوص. ممكن تشيلي التشيلي صوص وتحطي بداله كاتشب، ممكن تحطي مستردة. وحطيت عصرة ليمونة، وحطيت معلقتين خل، وحطيت كمان زيت، وحطيت توم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وملح و11 بهار وفلفل اسمر. وقلبت كل ده كويس، وبعدين حطيت ايه يعني زي ما انتوا شفتوا كده حاجات بسيطة على البصل والحاجة. وبعد كده حطيت الفراخ بتاعتي وقلبتها كويس جدا. انا بقى هنا يعني لازم ندخل الصوص ده، بصوا، من تحت الفراخ وفي كل حتة تدخليه حتى الفتحات. خلاص، ونرصها في الصينية كده ونحطها على البوتاجاز من فوق. طبعا اللي هيفيض في الطبق هنحطه من فوق كده على الفراخ، وهنسيبها على البوتاجاز تغلي لمدة ايه نص ساعة كده ولا حاجة، لحد ما تحسي ان هي استوت تمام. بعد كده ندهنها من الصوص اللي نزل منها. شايفين الجمال والحلاوة؟ هي ممكن تتاكل كده كمان، طعمة قوي وطعمها حلو قوي، وهتشرفك بجد. دخلتها الفرن، ولعت لها من فوق ومن تحت مع بعض لغايه ما خدت اللون الخطير واللي يهوس واللي يجنن ده. بصوا يا جماعه، شكلها تحفه ولا طعمها؟ بجد لو جربتوها هتعجبكم قوي. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش بقى تدعميني بلايك علشان يوصلك مني كل الفيديوهات بتاعتي. شوفوا يا جماعه، مستويه مهلبيه زبده. وحطي بقى من الصوص ده وادعيلي، ودعوة حلوة كده، وتصلوا على النبي في الكومنتات. انا بحبكم جدا جدا. جربوا بجد صينية الفراخ دي، هتعجبكم قوي قوي قوي. واللي ما جربهاش بجد بجد فايته كتير جدا جدا، لان الفراخ طعمها يجنن يجنن. بحبكم قوي. يلا باي باي، سلام عليكم.